ربنا ما يحط حد في الضغط النفسي اللي اتحط على فليك النهارده مع اول جون لبلد الوليد. ده ضغط ما حدش يستحمله. اصل فكر معايا، هو عايز يكسب عشان عنده ريال مدريد ومش عايز يبقى الفرق نقطه وهو داخل يلعب ريال مدريد ان كيس حاجه حصلت، وفي نفس الوقت مش عايز يحرق الناس الاساسيه عشان الموضوع هيبقى مش حلو بالنسبه له، عشان عايز يريح الناس لماتش الانتر. والناحيه التانيه كمان انتر كسب الماتش بتاعه، فهو لعيبته واخده حافز، فهو عايز يدي الحافز ده لعيبته. والمشكله كمان ان جات له اصابه في الدقيقه 38 لداني رودريجيز. فشوف انت الحيره اللي كان قاعد متحاره وكميه الضغط، فهو خلك ايه، بيقول لك ايه، خليها على الله، انا هنزل اللي عندي وخليها على الله في الماتش الجاي، انا هفكر في الماتش ده وماليش دعوه. قام جاي الراجل ده قال له ما تقلقش، انا هشيل لك الجون، انسى الدفاع خالص، انا تمام، ما تقلقش مني، انا زي الفل. الاساسيين ما خذلوهوش وكسبوا الماتش والموضوع عدى الحمد لله، ما فيش اي مشاكل، وبرشلونه كسب 2-1 والدنيا مرتاحه. فحقيقي اي كلمه غلط انا قلتها فيك انا اسف لك حقيقي والله، انت واحد خدت ريسك قد الدنيا والحمد لله كسبته. بس بالله عليك عشان خاطري مش عايز اشوف ده في النص النهائي، انا مش عايز اشوف الراجل ده، انا مش عايز اشوف الانسان ده خالص. العب انزل ب10، ما تلعبش باك ليفت اصلا، بس ما تلعبش بالراجل ده.